لو زهقتوا من طرق الفراخ التقليدية يبقى لازم تكملوا الفيديو ده للآخر. النهاردة هنعمل فراخ بالتوابل الهندية، وريحتها ما حصلتش، وشكلها وطعمها حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. أول حاجة لازم نأمن نفسنا علشان ممكن يبقى فيه بهدلة كتير النهاردة. نسن السكينة وهنبدأ نقطع الفرخة بتاعتنا ونشفيها كويس قوي. هسيب لكم في اخر الفيديو ازاي شفيت الفرخه وقطعتها. بعد كده هنحطها في بوله كبيره وهنعصر عليها ليمونتين كبار وهنقلبهم كويس، وهننزل عليهم بكوبايه زبادي بلدي. نقلبها ونشيلها شويه على جنب. هنجيب بصلتين كبار ونقطعهم بالشكل ده. بعد كده هنجيب الحله وحته زبده وشويه زيت، وهننزل بالبصلتين مره واحده، نديلهم تقليبه. وبعد كده هننزل بشويه ملح، معلقه من البهارات الهنديه الجرام مسله، ممكن نجيبها من اي عطار وموجوده في الهايبر ماركت. هنقلب البصل كله مع التوابل كده لحد ما يبدا ريحته وريحه التوابل تبدا تطلع. بعد كده هننزل عليهم بالفراخ، نقلب كله مع بعضه. بعد كده هننزل عليهم بمعلقه سماق ومعلقه بابريكا ونص معلقه كاري، ونقلب كله مع بعضه تاني. هننزل بشويه فلفل اسود، او ممكن ننزل بشطه او فلفل اخضر، هيديها تيست جامد قوي. بعد كده هننزل تقريبا بكوبايتين ميه مغليه، واول ما الميه تغلي هنهدي النار شويه وهنغطي عليهم. هنفتح عليها بقى لاخر مره. ما اخدتش مني سوا اكتر من 50 دقيقه. الريحه جنان، شكلها جامد جدا. وبس كده هنبدا بقى نرصها في الطبق بتاعنا، وريحتها رهيبه، والبصل والصوص بتاعها جوسي وجميلة قوي. شكلها جامد جدا، والتتبيلة داخلة جوه نسيج اللحم. طبعا علشان نعرف الفراخ مستوية ولا لأ، هي مفيش غير لحمة الورك. بصوا دايبة ازاي، ولون النسيج بتاع اللحم دايب خالص. بسم الله. هندوق بقى الرز مع الصوص بتاعها. يا سلام. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتاكلوهم الاكله دي. اشوفكم في فيديو جديد. ودي طريقه سلخ الفرخه وتقطيعها بطريقه سهله وبسيطه جدا، ما اخدتش مني اي مجهود.